السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين أرانب بركات، عاملين يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. كل سنة وأنتم طيبين يا جماعة. عيد أضحى مبارك عليكم إن شاء الله وعلى الأمة الإسلامية. هنديكم كده معلومة كده على السريع للناس اللي هي لسه مبتدئة على الخلفة وعلى الصناديق. صور لي كده يا أبو معتز معلش. يلا ماشي. حتى الصورة كده معايا كده اللي متفتحة كده. ماشي. أنا بس عايز نوري الناس إحنا عاملين كده ليه. ماشي. بصوا يا جماعه صلوا على النبي. الصناديق ديت طبعا للناس اللي هي بتقول لك انا عندي الخلفه بتموت مني من غير سبب، بترضع ومية مية ومفيش اي مشكله في الحر ده. طبعا الحر يا جماعه يختلف عن الشتاء تماما. انا هنعمل لكم فيديو كده على السريع. الناس اللي هي بتربي بتحط تبنه او بتحط جشه او بتحط نشاره او بتحط اي حاجه وسيله تدفي الخلفه. الخلفه يا جماعه في الصيف وفي الحر اللي احنا فيه ده اخرهم بالظبط اسبوع تدفي الخلفه كده وتعمل لهم عش خفيف كده والدنيا حلوه عشان الارنب يجمد معاك ويبقى جامد ويعرف يرضع والكلام ده. طبعا الارنب كبر شويه هنبتدي بقى نشيل كل حاجه من عنده في الحر دي عشان الارنب ما يسخنش. الارنب لو سخن هيتعب منك مش هيرضع وهيموت. في ناس في الصيف بيبقى مالين البتاع جش لانه مش عارف، هو فكر كده الارنب الصغير محتاج كده، بيقول لك ده الارنب بيعيش تحت الارض والارنب مش عارف ايه يرمي له جش وبتاع عشان يستخبى فيه والكلام من ده. كل ده بيتعب الارنب، بيعمل بكتيريا، بيعمل ريحه في الحر اللي احنا فيه. فاحنا طبعا اهوت بص كده كبير اهوت بسم الله ما شاء الله، مفيش اي حاجه مع الخلفه خالص هنا اهوت. ماشي. مفيش اي حاجه مع الخلفه اهو، مفيش اي حاجه مع الخلفه هنا برضه. انا بس اوريكم كده نبذه كده للامهات اللي هي حجمها قد بعضها. بص الارنب دي لونه عامل ازاي. بص اديني الصوره مع الارنب. يا جماعه التهجين بتاعنا ارنب عامل ازاي لونه. بص اللون عشان بس الناس ما تقولكش انت معكش غير اللون ده بس، خدت بالك. بص كده بص اللون ده، بص اللون ده باين حلو في الكاميرا. بص اللون ده ما شاء الله. اوريكم حاجه تانية. بص يا باشا اللون ده، نجيب لك بس الالوان. بص اللون ده الله اكبر. في ايه تاني هنا. ماشي. عندنا اوعى حبيب الملايين اهو ايه دي الجدع بقى يا بس يالا الناس اللي بتقول لك حرام المساكنات في الخلفه كده دي مش حرام يا جدعان، ولا حرام ولا اي حاجه. احنا ما بنبهدلوش. هو كان يا ابني 60 جزمه. شوف عشان شكلي ظلمتك اعمل حمام عليك. يلا مش مشكله. طبعا في ناس بتعشق اللون ده. دي يا جماعه الصرفه، الناس ما بتسأل عليه. دي ارنب صرفه الناس ما تعرفوش اهو. عندنا البابيونات اللي الناس بتحبها اهي. الارنب الصغير دي تاخد بالك منه لانه بص يعني هو ما بيحبش حد يمسكه الصراحه. ماشي. بص يا جماعه بقى، بص الحلويات دي، بص اللون ده، اللون ده باين حلو في الكاميرا. شوف اللون عامل ازاي. الله اكبر. بص الشوكولاتات، بص الارنب ودانه عامله ازاي. لا بص لا ده باخده مع في ايه انا لسه مصلي الجمعه وجاي والهدوم دي مصلي بيها، ما ينفعش انتوا تعملوه معايا دي. طبعا عندنا الابيض يا جماعه اهي. الارنب دي بتعمل كده يا جماعه عشان يعني بطنها مليانه الصراحه، وانا بقى متك عليها بطنها مليانه. بص يا جماعه اهو الوان ثانيه. الامهات كلها مشكله والناس بتتكلم طبعا اللي يقول لك المؤمن لا يتلسع من الجحر مرتين اهو، ما يتلجعش من الجحر مرتين. شوف انا عملت ايه، مسكته كده عشان لو يضرب عروض معتز. ما يضربش عليا. بص يا جماعه اهي حته اسكندريه على كيفك. ماشي. عندنا حاجات صغيره زي دي. بص يا جماعه الناس بس تبص كده دي واحده دي لسه شايلين من عندهم البتاعه. طبعا البتاع ده خلى كده نخلع عن الهدوم دي كده باظت خلاص على كده. طبعا حبيت اعرف الناس في الحر دي ما تفرحش بالشعر، ما تفرحش بتاع الام. لو ولدت عندك ممكن تحط لها شويه تبن بسيط خالص، حفان كده اهو وجش. مش عايز تحط تبن ما تحطش تبن، وخلي الشعر بتاع الام اللي نتفاه، الشعر اللي الام نتفاه منها سيبه بس معاها في العين. الارنب يجمد كده شويه ولا حاجه اسبوع ولا حاجه كده لقيته حلو تيجي شايل من عنده الكلام ده وتسيبه لان الجو حر. بس حبيت اوصل المعلومه للناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.